طب نبدأ بالسؤال المبدئي يا دكتور، صوتك لمين؟ والله انا مندوب الاستاذ حمدين، فمتهيألي هو لسه قايلها سؤال اجباري. اديت صوت الحمدين ان شاء الله. طيب دكتور، لو تدينا تقرير عن اليوم الثالث للانتخابات في نيويورك النهارده، وايه اللي حضرتك لمسته في القنصليه؟ في حضور اسري كويس، مع يعني الاسره جميعها بتحضر، الزوج الزوجه لو هم كبار في السن شويه بيجيبوا اولادهم معاهم، لو هم في سن التصويت بيشاركوا. في عندنا حاله جت الزوج والزوجه والاب والام اللي جايين زياره من مصر وما نسيتش ان هم تعمل لهم ريجستريشن هنا ويصوتوا، ولحسن الحظ صوتوا الاستاذ حمدين. استاذ حمدين حضوره قوي جدا جدا في الانتخابات في قنصليه نيويورك. ما عنديش ارقام معينه، انما ليه حضور قوي جدا جدا، وان شاء الله هيكون منافس شرس مش سهل يعني. دكتور هشام، تفتكر ايه هي اهم ركائز اللي موجوده في برنامج حمدين صباحي رئيس الجمهوريه تكون على اولوياته كرئيس جمهوريه في اول 90 يوم او 100 يوم؟ بص هقول لحضرتك، انا طبعا مندوب الاستاذ حمدين، انما بصيت في يعني ما وصلتش للقرار دوت الا لما بصيت في المرشحين التانيين، وخدت وقت طويل قوي وعملت حاجه بيقولوا عليها هنا في امريكا الاكسكلوجن بروسيس، يعني الاستقصاء. فلان الفلاني، فعملت لا ما نفعش، بعديه فلان الفلاني لحد ما وصلت للاستاذ حمدين. في حاجه مثلا يعني حاضر لحضرتك مثال احمد شفيق، الناس اللي بتعمل له سبورت على اساس ان هو ده اللي هيرجع لهم الامن، على حسب الكلمه اللي قالها. هيرجع لهم الامن يا دكتور هشام. هيلاقوا الامن عند الاستاذ حمدين هي اولويه عاليه جدا، وما قالش مجرد كلام في الهواء انا هرجع لكم الامن وبس، لا قال في خطوات 1 2 3 4 احنا هنعمل كذا. خطه التعليم بتاعته واضحه جدا، التعليم العالي عنده دي اولويه عاليه عنده، لان التعليم العالي للاسف الشديد انت بتخرج طلبه في مصر، طلبه كليه التربيه اللي بيطلعوا بعد كده مدرسين ما هماش عندهم الكفاءه اللي تخليهم يعملوا تعليم للاطفال الصغيرين. استاذ حمدين برنامج التعليم العالي اللي هو الجامعات عنده على مستوى كفايه يعني كفء جدا. برنامج الصحه، برنامج الاقتصادي بتاعه، يعني انا ممكن اجو اون في نقطه الاستاذ حمدين، انما النقطه اللي احب اركز فيها ان الملف الامني وملف التعليم البحث العلمي الاستاذ حمدين بمراحل عن باقي المرشحين. تمام. بالنسبه لفريق احمد شفيق، سمعت انت النهارده دكتور هشام على المشكله اللي ظهرت له جديده، عندك خلفيه عنها؟ لا والله انا كنت النهارده في القنصليه، يعني انا بقالي 3 ايام تقريبا متابع غير جيد. قبل كده كنت متابع جيد جدا، للاسف ال3 ايام اللي فاتوا متابع غير جيد، بس مش يعني ممكن حضرتك تقول لي عليها؟ اقول لك، لان دي طبعا يعني ما اعرفش هل هتاثر عليه الفتره اللي جايه دي ولا لا، بس انا برضو شفتها على الفيسبوك ومش متاكد منها. خبر ان النائب العام استدعى احمد شفيق بسبب بلاغات ان في اراضي الدوله اتباعت لعلاء وجمال مبارك ب 69 قرش المتر. تخيل ان الاراضي في مصر بتتباع ب 69 قرش. ايوه، انا بص يا دكتور، انا هقرا لك بالظبط ايه اللي حصل يعني، او اللي مكتوب. بيقول لك ان وصلت للنائب العام للنائب عصام سلطان صورة لعقد بيع قطعة أرض مملوكة للدولة بتقع على البحيرات المرة، وإن انتقلت ملكيتها سنة 92 من الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن للضباط الطيارين بالقوات الجوية، بهدف استغلالها لتوفير مساكن لهم ولأسرهم. والعقد اللي كان في سنة 1993 بيوضح ان اطراف اللي مضوا العقد دوت مين هم بقى؟ البائع طبعا جمعية تعاونية، وبيمثلها سيادة اللواء
اركان حرب احمد شفيق، ولكن الصدمه هي كان مين هو المشتري؟ كان جمال وعلاء مبارك. الارض دي كان مساحتها 40,000 متر مربع، ويعني كان عليها اوكازيون في الوقت دوت. تم البيع بتكلفة 30,780 جنيه مصري، يعني المتر وقع عليهم ب75 قرش. ببلاش تقريبا. هو طبعا دي يعني قضية لازم احمد شفيق لو مسؤول عنها ياخد جزاؤه فيها. بس اللي عاوز اقوله نقطة واحدة، بغض النظر عن التفاصيل المهمة اللي حضرتك ذكرتها، نقطة دم شهيد سالت على ارض مصر في عهد احمد شفيق ما تسويش كنوز الدنيا كلها. احمد شفيق ميراثه الاجرامي اكبر بكتير جدا من الحاجات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي. انا مش بقلل من الكلام اللي حضرتك قلته، انا بس باكد ان احمد شفيق نقطة دم واحدة من شهيد سالت دمه على ارض مصر. يكفي انه كان رئيس وزراء مصر في موقعة الجمل. انا اسف، يعني موقعة الجمل كان رئيس وزراء مصر. بعد التحرير اي حد هو بينتمي للمؤسسة العسكرية اللي ما زلنا بنشوف دماء مصريين بتسيل على الارض بسببها، او على احسن تقدير هي في مسؤولية غير مباشرة منها، نتيجة ان هي المسؤولة عن ادارة البلاد. احمد شفيق بينتمي لهذه المؤسسة. تمام. نرجع تاني للاستاذ حمدين. دكتور هشام، اتفضل يا فندم. اتفضل يا دكتور، اتفضل. كان عايز يقول حاجة. اتفضل. بالنسبة انا بس عايز اقول ان الاستاذ حمدين برضو كان واضح في الحتة ديت ان هو هيحاسب اي انسان كان مخطئ في حق المصريين. كان هيحاسبه في حق المصريين قبل ما يكون مخطئ في حق ارض او في حق عقار او في حق فلوس. استاذ حمدين مركز جدا على حته ان هو ياخد لنا بطارنا. تمام. هشام، ايه يعني في وجهة نظرك ايه سبل دعم حمدين صباحي، وايه النداء اللي بتوجهه حملة حمدين صباحي للمصريين في الخارج؟ بص حضرتك، احنا مصريين في الخارج احنا صحيح قوة تصويتية ممكن تكون بالنسبة للمصريين غير مؤثرة، انما احنا ممكن نعمل حاجات كتيرة جدا. احنا ممكن نتصل باهلنا وباخواتنا واصحابنا اللي في مصر علشان يروحوا ينتخبوا الاستاذ حمدين. احنا ممكن نتصل، لو حضرتك دخلنا على الويب سايت الرئيسية حمدينصباحي.net هنلاقي المندوبين بتوع الاستاذ حمدين في المحافظات، في المراكز، نتصل بيهم. انا على اتصال باكتر من واحد منهم، باخد منهم ريبورتس على اللي بيحصل في ارض الواقع، بدعمهم ولو حتى لوجيستيك، ان انا بس مجرد بدعمهم. تمام. بعرض عليهم اي نوع من المساعده. حضرتك اللي بيشتغل، اللي عارف شركه، عارف مؤسسه معينه، يبعت لها فاكس يؤيد فيه الاستاذ حمدين. الفاكس ده هيقري على الاقل ب5-10 موظفين هيفكروا في الاستاذ حمدين. يعني برضه انا بركز تاني على نقطه الاتصالات، مهمه جدا مننا لاهلينا في مصر ان هم يروحوا ينتخبوا الاستاذ حمدين. طبعا اللي هيقدر مننا ينزل يا ريت احنا ننزل ولو حتى اليومين 3 بتوع الانتخابات. دكتور هشام، معلش لكثرة الاتصال انا بشكرك للمداخلة، واتمنى تكمل معانا وتسمعنا، ولو ليك اي تعليق تاني برضو تعاود الاتصال، ولكن عايزين ناخد اكتر تليفونات ممكن. انا بس ملاحظة سريعة، لان الاستاذ منصور صديق عزيز انا سمعت المداخلة بتاعته قبليه على طول تقريبا. اتفضل. انا عاوز اقول ان هو صديق عزيز ليك علينا. امبارح احنا وقفنا قدام السفارة، الحملة بتاعت ابو الفتوح والحملة بتاعت حمدين، وتصورنا مع بعض مع علم مصر. هو ده كان اهم حاجة انا عاوز يعني توصل، ان حملة ابو الفتوح وحملة حمدين في نيويورك كانوا واقفين مع بعض قدام القنصلية المصرية بنيويورك رافعين علم مصر. وشكرا جزيلا. بشكرك دكتور هشام، وان شاء الله هنكون على تواصل معاك ان شاء الله باذن الله. شكرا دكتور. احمد معانا اتصال تاني، نقول الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ معك محي ابو طالب من نيويورك. اهلا يا موسى، بتتكلم من نيويورك؟ انا بتكلم من نيويورك. طيب تمام. ايه الاخبار عندك في نيويورك؟ طمنا، عرفنا مين المتقدم ومين اللي يلي المتقدم بالنسبه للتصويت.
والله الحمد لله. يعني الجميل في التصويت هنا في نيويورك، انا شايف ان الناس معظمها بتصوت لحمدين صباحي وابو الفتوح ومحمد مرسي، وده يؤكد ان التصويت ان الناس غير راغبه ان هي تصوت للنظام شبه السابق، وان هم يعني اللي شفناه في انتخابات مجلس الشعب ان هو 16 واحد من النظام القديم نجحوا في مجلس الشعب out of 500 something، يعني حوالي 3%. excuse me. ده بيدينا احساس ان هو لو حسبنا بنفس النسبه والتناسب، طبعا يعني صعب تحسبها كده، ده معناه انه مرشحي النظام السابق مفروض ان هم ممكن يجيبوا حدود 3% من الاصوات في انتخابات الرئاسه. يعني حضرتك يا استاذ موسى كده انتخابات الرئاسه مختلفه عن انتخابات مجلس الشعب، ولكن انا عايز اقول يعني بحسبه كده رقميه لاصدقائي المسيحيين وانا بتكلم معاهم طوال الاسابيع الماضيه، خوفهم من التيار الاسلامي او احساسهم بالامان مع التيار السابق، ارجو ان ده ما يطرحهمش للتصويت لمرشح من التيار السابق، لانه عمليه الامن اللي هو بعض الناس بتلعب بيها تمام. الامن هيرجع ومفيش اي رئيس هيبقى له افضليه عن الاخر في استرجاع الامن. يعني في وجود مرشح من الامن هيرجع، في وجود مرشح من مرشحي الثوره لو نجح الامن هيرجع، في وجود مرشح من النظام السابق الامن هيرجع. دي حاجه ثانيه، ممكن كتله اخواننا واصدقائنا المسيحيين ان هم فعلا لو رموا مع مرشح من النظام السابق، وانا حليت الكلام ده وقلته لاصدقائي المسيحيين، ممكن ان هو يرمي فعلا مع مرشح من النظام السابق او اي مرشح. يعني هم لو كتلوا اصواتهم مع اي مرشح سهل ان هم يدخلوه اعاده، لكن شبه المستحيل انك تنجحه. تمام استاذ موسى، يعني احنا شايفين اتفضل يا فندم. لانه في اصوات دي ثابته مع كل مرشح. يعني تمام. مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي، المرشح الاسلامي ابو الفتوح، و اذا اعتبرنا جدلا مع حبي واحترامي لكل مرشحي الثوره الاخرين، اذا اعتبرنا جدلا ان حمدين صباحي يعني الاكثر قربا من انه يحقق نجاح طيبه في مرشحي الثوره، واذا اعتبرنا احد مرشحي النظام السابق المسيحيين مثلا لو ركزوا معاه، انا شايف ان هي تقريبا الاربعه الاوائل ما حدش فيهم يعني اعلى مرشح مش هيعدي 25%. يعني لو حسبناها صح اعلى مرشح مش هيعدي 25%. ما اعرفش لو في وقت اكثر من كده يعني. فانا ممكن اي كتله تصويتيه وليكن كتله الاخوان المسلمين تقدر تدخل محمد مرسي اعاده، او كتله مرشح الثوره تدخل حمدين صباحي اعاده، او مرشح من النظام السابق ممكن يخش اعاده. يعني ممكن مرشح يجيب بين 20 ل 25% ويخش اعاده، مفيش مرشح هيجيب اكثر من 25%. لكن المهم هل هو قادر انه ياخد اصوات اخرى ويجيب 50% بلس 1 في انتخابات الاعاده؟ هو ده الشغل. موسى انا خليني بس، انا سمعت كلمه اعاده دي كتير من حضرتك. انا عايز اسالك سؤال، انت عندك شك ان ممكن يكون في ولو نسبه تزوير في الانتخابات السنه دي؟ والله ده سؤال جميل جدا، واصدقائي يعني انا هعيد نفس الكلام اللي قلته لاصدقائي لما سالوني نفس السؤال دوت في الايام السابقه، وهقول نفس الكلام بخاص لاحد اصدقائي البارودي كان بيتكلم معايا النهارده. خلينا نقول حاجه، صعب جدا انك تزور في مصر، لانك عندك لجان فرعيه ولجان يعني الناس واقفه على الصناديق. لكن هنا
في الخارج، الشيء الوحيد اللي يضمن نزاهة الانتخابات هو ضمير الناس القائمين على اللجان هنا. مفيش لا اي ضوابط ولا قوانين ولا اي حاجه، يعني هو ضميرهم فقط هو الفيصل. وطبعا لما بتتكلم بلغه الاداره وبالقانون مفيش حاجه اسمها الضمير، مع احترامي طبعا لكل الناس اللي في السفارات والقنصليات، ما ينفعش نعتمد على الضمير عشان نعمل حاجه صح يعني. انا شايف ازاي نكتشف واحنا قاعدين كده مستريحين، ازاي نكتشف ان حصل تزوير في انتخابات اللي في الخارج. دي مش هنقدر نكتشفها يعني رايت اواي، يعني نكتشفها من اجمالي الترشيح. بمعنى لو مرشح في الانتخابات في مصر جاب 10% من اجمالي الاصوات، ما ينفعش المرشح دوت مثلا يجيب مثلا 50% من اجمالي الاصوات اللي في الخارج. ما تمشيش. هم المصريين اللي جوه مصر غير المصريين اللي بره مصر. لا، هم ممكن يختلفوا مثلا 3 4% 5%، مش هتكون نسبه كبيره. هم المصريين. فاذا مرشح جاب مثلا 10% او 15% من الانتخابات داخل مصر، المفروض نتائجه بره مصر من اللجان اللي بره مصر في اوروبا وامريكا والدول العربيه المفروض ان هي نفس الرقم، يعني بلس ماينس 3، يعني زائد او ناقص 3% على الاصوات اللي جابها. يعني غير كده يبقى فعلا تم تزوير للمرشح الفلاني او العلاني في اللجان اللي خارج مصر. للاسف ده المعيار الوحيد. ولو قلت حاجه اعيدها تاني برضو، قلتها النهارده لا مؤاخذه، احنا ممكن نوصل ان احنا لو شعرنا ان اصواتنا بتتزور ان احنا نطالب ان احنا مش عايزين انتخابات في الخارج. يعني يا ضمانات تضمن ان اصواتنا ما تتزورش، يا اما يلغوا الانتخابات في الخارج. طبعا بالاولى ان يبقى في ضمانات يعني عشان نستمر ندلب اصواتنا يعني. فاحنا يعني عديناها المره دي بمزاجنا على امل انه الناس تلتزم يعني. لكن في الخطوات اللي جايه او في الانتخابات اللي جايه المفروض يبقى في ضمانات قانونيه وضمانات اداريه وحقيقيه. يبقى في قاضي يجي، يبقى في يعني ممكن الجمعيات المصريين في الدول ترشح ناس تقعد مع بعض، كل جمعيه يبقى لها مندوب، يعني يبقى بشكل او باخر تبقى مختلفه عن كده يعني. يبقى مثلا كل مرشح يبقى له اكثر من مندوب. لان انا سمعتك المتصل قبل مني الدكتور هشام حجازي، يعني ما شاء الله، يعني الراجل قاعد من 8 الصبح ل 8 بالليل كل يوم. طبعا دي عمليه مرهقه جدا وسايب شغله، فطبعا دي عمليه مرهقه جدا. المفروض يبقى في اكثر من مندوب يعني يعني وضمانات اخرى يعني كتير يعني يمكن دي ابسطها، لكن المفروض يبقى في ضمانات اخرى تضمن نتائج الانتخابات، وتبقى الناس دي موجوده لغايه لحظه الفرز وانهاء الفرز واعلان النتيجه داخل اللجنه، داخل القنصليه او داخل السفاره. ان شاء الله. موسى انا بشكرك على الاتصال، ويعني بضم صوتي لصوتك ولصوت كل الناس. يعني عايزين بجد يعني فرغ نفسك ساعة وروح انتخب وحط صوتك، لان صوتك ممكن يفرق. ما تكسلش، دي اول مرة بننتخب فيها، فمن عندك يعني حاول ان انت يعني لا انا حتى في ظل الظروف ديت انا بدعو الناس انها تنتخب. احنا كلنا والمجموعه الممتازه الاستاذ الدكتور هشام اتكلم عليها، مجموعه ممتازه جدا، انا اعرف معظمهم، وبدعو كل اصدقائنا اللي ما انتخبوش ينتخبوا، واللي بيجيبوا الاوراق من خلال الكمبيوتر ويعملوا برنت ويكتب اصواتهم ويعطوها بالبريد يعني. بس طبعا في حاجات كتير لازم تتعدل يعني. أكيد. على سبيل المثال احد الحاجات اللي تمت في انتخابات مجلس الشعب، واعتقد نفس الخطا هيتم هنا المره دي برضه. هنا في امريكا انت لما بتبعت البريد لحد، المعيار بختم البريد، تاريخ البريد على الجواب. بمعنى ان لو اخر يوم في الانتخابات يوم 17 والجواب اللي فيه صوت اي واحد فينا مختوم من مكتب البريد بتاريخ 17، لازم السفاره او القنصليه تقبله. حتى لو استلمته يوم 19 انتخابات مجلس. طبعا لان الراجل ده التزم لغايه اخر يوم بعته في الميعاد، مفيش مشكله عنده. يقول لك انت استلمته بقى يوم 18 19 دي مشكله
مشكلته هو. دي ما اتعملش بيها في الانتخابات اللي فاتت. هنا في امريكا دي بتتعمل بيها. اكيد يعني طبعا. تلعب بريد ويكون عليه الختم، المعيار ختم البريد، مش المعيار التاريخي اللي انت كاتبه جوه على الورق اللي جوه الظرف، ولا المعيار انت استلمته امتى، لا المعيار بختم البريد. فالمفروض من ضمن الحاجات اللي احنا بنطالب باصلاحها ان شاء الله، وربنا حاجه ثانيه بنطالب باصلاحها ان هو لان المندوبين هيتواجدوا، يعني احنا لو شفنا مصداقيه المندوبين هيتواجدوا، انه الفرز يتم مع وجود الناس، يعني ما ينفعش الناس تروح الساعه 8 وبعدين احنا ما نعرفش ايه اللي تم في الصناديق. انا ما بتعاملش بالضمير يعني. طيب استاذ موسى، انا اعتقد ان كل مرشح له مندوب في كل سفاره، والفرز ان شاء الله هيكون يوم الجمعه 9 صباحا، واعتقد كل المندوبين هيتفتح محضر حضور لكل المندوبين في كل سفاره، وهيكون كل المندوبين موجودين، وهتتفتح الصناديق قدامهم وتتعدى الاصوات قدامهم، وكله بيحصد اصواته وبتظهر النتيجه النهائيه في وجود المندوبين كلهم. اعتقد بالنسبه مرشح حمدين صباحي موجود في كل قنصليه مندوب عنه، واكيد هنكون موجودين كلنا في لحظه الفوز